السلام عليكم حبيباتي. ماشي كل يوم نطيبو، مرات غير ملعقة تقدر دير ثورة في الكوزينة. اليوم جيتكم بتحضيرات موسمية من الجلبانة والفول والقرنون وحتى اللوبيا الخضراء. على بركة الله نبداو بالجلبان أول مرة. هنا البنات راكم تشوفوا معايا أنا جبت الجلبان. هذا الجلبان البنات عنده اسم في الأسواق الجزائرية تاعنا وهو اللاتشا. ما شاء الله هاد الجلبان ماشي فازد، ما فيهش الدود وحاجه مليحه. هنا البنات راني نقي في هذا الجلبان وتفكرت واحد القصه نحكيها لكم على الملعقه السحريه اللي نضيفوها لكل من الجلبانه والفول والقرنون وحتى اللوبيا الخضراء. هنا كانت في واحد المره البنات في الحومه جارتنا يسموها نعيمه. هاد القصه البنات حكاتها لي الام ديالي، قصه حقيقيه. راجلها كان يجيب لها الضياف على غفله، جاب لها حل نهار الضياف هكذا وهي مسكينه تجري المجمد، عندها غير شويه دجاج والجلبانه كانت عاملتها العام اللي فات. مشات جبدت هذاك الجلبان ونصبت ودارت لو كوكو تاعها وهذوك الضياف راهم قاعدين. وحده من هذوك النساء اللي كانوا قاعدين تما كي شمت ريحه الكوكوط ما عجبتهاش، وبدون حرج قالت لها باللي هاد الريحه اللي راها تمد من الكوكوط تقريبا كي ريحه المعاطف اللي تكون طايله في الخزنه. المراه تشوكات ما صابتها سم تهضر، وراجلها قاعد يخزر فيها وهي تخزر فيه. فوت هذيك ديك العشوه، فوتها داك الراجل وهو مجيف يستنى في دوك الضياف فوق يخرجوا وينوض للزوجه تاعه. هما مشاو هذوك الضياف في الليل وهو ناض لهذه الناعمه مسكينه، قال لها درك ترفدي قشك وتخرجي عليا، حشمتيني مع ضيافي والجلبانه جات غامله وماشي بنينه. المهم وصلت للطلاق. كمدتها وسكتت، والغدا دخلت عند الام تاعي للدار وقالت لها ودي الجلبانه ها كيفاش ها كيفاش وراه الراجل حلف لي ومنا. جات الام تاعي قالت لها شوفي انا نداوي لك المشكل. باش داوته لها عطاتها تدبيره. هاد مره اخرى كي تحبي ديري تجمدي الجلبانه ضيفي له ملعقه سحريه يبقى خضر وما فيهش ريحه المجمد. هذا الملعقه السحريه البنات اللي نزيدوها للجلبانه وهي السكر، معلقه سكر نضيفوها للجلبان. كاين ملاحظه البنات، الجلبان ما نخسلوش، الجلبان نقوه ونمسحوه ونضيفوا له الملعقه تاع السكر ونديروه في لي ساشي نجمدوه ديريكتومون. نكمل القصه البنات. من بعد مرور يوم ولا يومين الام تاعي قبطت هذاك الجار وعالجت المشكل اللي بينه وبين الزوجه تاعه وفهماته باللي المشكل من المجمد، من الجلبانه اللي كانت في المجمد قعدت مده. الحاجه الاولى قعدت مده في المجمد، والحاجه الزوجه ما دارت لهاش احتياط باش ما يتغيرش اللون وما ترفتش رائحه المجمد. والحمد لله المشكل تعالج والمراه ولات مع الزوجه تاعها مليحه. ومن تما لاله ناعمه الله يذكرها بالخير وهي تستعمل هذه الملعقه السحريه للجلبانه ويقعد على لونه ما يفزد ما يخضر وما يرفتش ريحه المجمد. وبقات هاد الخطوه البنات متوارثه في العائله تاعنا وما منع التفريزات نتاعي تاع الجلبان. هذا للجلبان فقط، الملعقه السحريه للجلبان البنات وهي ملعقه سكر. من بعد راكم تشوفوا الجلبان ما درت له ديك المعلقه تاع السكر، حكيته مع بعضه مليح غير برفق البنات ما هرستهش. وهنا راني نعمر فيه في لي ساشي. بعد ما تعملي ديك المعلقه تاع السكر البنات عمريه في الساشيات عادي وحطيه في الكونجيلاتور يقعد لمده سنه ما يفزد ما ريحته ما يرفتش ريحه المجمد، وهذاك السكر يحافظ لها على اللون وعلى الرائحه. كما راكم تشوفوا البنات هذه هي القصه اللي كانت حول الجلبانه. هنا نعمر لي ساشي كما قلت لكم ونحطهم في المجمد وما نزيدش نخرب فيه. سا ديبون على 6 موا ولا على عام. والجلبان تاعي نحطه ونطيبه والريحه تاعه يتبقى فخاش وطازجه. هنايا البنات هذا هو الجلبان تاعي، شوفوا كيش عمرت في هاد لي ساشي. كاين ملاحظه ثانيه البنات، هاد لي ساشي والله لا ينفعوا مليح مليح. وتقدي تعمري هكذا وكي تجي ديري الساشيه تخويها تمسحيها تنظفيها مره ثانيه وتعاودي تستعمليها استعمال ثاني، يعني ماشي غير من استعمال واحد ونرمو الساشيات. شوفوا معايا ما شاء الله اللون تاع الجلبان بمجرد ما ضفت له هذيك الملعقه السحريه تاع السكر كيش بقى اللون تاعه اخضر محافظ على اللون تاعه. والقفل البنات لازم تقفلوها باحكام. والملاحظه الثانيه ثاني اللي نعملها لكم، لازم تخويو الهواء من الساشي ما تخلوش الهواء فيها.
حتى باش ما نمدوش لوكازيون هذوك التعفنات تاع المجمد يصراولنا. وهذه هي التتبيله البنات اللي جبتها لكم اليوم من تاع الجلبانه. ونمروا للتتبيله الثانيه باذن الله اللي هي الفول. شوفوا معايا الفول تاني البنات عنده تتبيله ثانيه ماشي مثل الجلبانه، حتى هو يقعد خضر ومحافظ على اللون والرائحه تاعه وما يرفتش اللون عفوا ما يرفتش رائحه المجمد. على بركه الله. هنا البنات كنت خرجت للسوق، جبت معايا الفول. شوفوا الحبه تاني ما شاء الله. لكن هنا راني بديت نقي فيه. هنا اول حاجه كاين سر البنات، لازم تنحيو هذاك الضفر، هو اللي بدل لنا اللون، عفوا هو اللي بدل لنا اللون تاع الفول. لازم كل حبه تنحيو منها هذا الضفر اللي راني نوريه لكم. نتمنى ان شاء الله البنات كامل الصوره راها واضحه وراكم تشوفوا. نقي الفول تاعي عادي، نقيه حبه بحبه ونحي له هذاك الضفر، كل حبه نحي منها هذاك الضفر الصفر اللي من الفوق. والفول تاني البنات انا ما نخسلاش. شوفوا البنات اي حاجه ربي خلقها في الجوه تاعها كما نقولوا مثل الجلبانه والفول راها نظيفه من عند الله تعالى، ما نحتاجوش نغسلوها. شوفوا معايا البنات نفس الطريقه اللي استعملتها في الجلبان راني نعملها في الفول. الفول نقيته ومسحته بلو بابي برك بنات، بقيت نرفد غير بالحفنه كما راكم تشوفوا. نتمنى ان شاء الله كامل الصوره موضحه مليحه. البنات نبدا كما قلت لكم نرفد غير بالحفنه ونمسح فوالا، ما جبرت فيه حتى شوائب. شوفوا الورقه معايا بنات لو بابي قاعد بيض نات. هنا التدبيره نتاع الفول، هنايا التدبيره تاع الفول البنات ماشي كيما الجلبانه اللي ضفنا لها ديك المعلقه تاع السكر. هنا التدبيره تاع الفول البنات شوفوا معايا، نحط هذاك الفول نرجعه في الباسواغ تاعه ونضيف له الملعقه السحريه اللي تخلي لك الفول على لونه والطعم ما يتبدلش. نهار اللي تجبديه وطيبيه تحس بهذا الفول شريتيه غير دروك يبقى طازه كما نقولوا. الملعقه السحريه البنات للفول وهي 2 سنينات تاع الثوم. كاين البنات يقولوا الثوم يطلع الريحه في المجمد، نقول لكم لا، الفول اصلا يحب الثوم والكمون، اصل الفول يطيب بالثوم والكمون. شوفوا معايا هنا راني عندي 3 تاع الفصوص تاع الثوم نقطعهم عشوائيا البنات كما راكم تلاحظوا في الصوره، ونولي نرفد هذاك الفول ونحكه شويه بين يديا غير باش تطلق فيه هذيك الريحه تاع الثوم. هاد 3 سنينات البنات تاع الثوم معجزه، يخليو هذا الفول ما يتغير اللون تاعه، ما يرفد رائحه المجمد، ونهار اللي تجيو طيبوه البنه تاعه ما نقولكمش. هذه الملعقه السحريه الثانيه والتدبيره الثانيه اللي جبتها لكم البنات، وهي اضافه فص ولا فصين او 3 فصوص تاع الثوم للفول تاعنا. وكما قلت لكم الجلبانه ما تنغسل والفول ما ينغسل، تنظيف ثم التنظيف فقط. هنا البنات راني نعمر الفول تاعي من بعد ما حكيته شويه بين يديا، عمرته في الساشي وخويت لو ساشي من العوين كما راكم تشوفوا، ونولي نغلقها باحكام. لازم البنات ملاحظه تتاكدوا بان هذا الفول هذا لو ساشي مغلوق باحكام، يا سوا في الجلبانه يا سوا في الفول. ونحطها في المجمد. هاد التدبيره البنات تخلي الفول تاعنا في المجمد، تخليه لمده سنه ما يتغير اللون تاعه، ما يرفد رائحه المجمد، تبقى فيه بنه او رائحه الثوم. وراكم عارفين باللي طياب الثوم وراكم عارفين باللي طياب الفول يحب الثوم ويحب الكمون، هادو 2 صوالح هما اللي يجيبوا البنه تاع الفول ما شاء الله. التدبيره الثالثه حبيباتي وهي القرنون. شوفوا القرنون تاعي البنات بيض ما شاء الله. انا درت تفريزات على نوعين البنات، اللي عندي يطول بزاف عام في الكونجيلاتور ما نحيتهش كامل، نحيت له غير الفوقاني، واللي نطيبه هاد الايامات البنات مع العيد ان شاء الله راه ماجي العيد الكبير نحكه بالليم. والطريقه نشوفوها درك على بركه الله. هنايا القرنون تاعي حتى هو عنده ملعقه سحريه اللي تخليه يقعد معانا بيض ونطيبوه وما نحشموش به. اول حاجه البنات نفوتوا للقرنون نقيوه
حبه بحبه. انا هاد القرنون البنات كنت خليته قبل ما نقيه، خليته واحد نصف ساعه في الماء باش يساعدني كي نجي نقيه. اول حاجه البنات قبل ما نبداو نقيو القرناع ولا القرنون كل واحد كيش يسميهم وما نخربوا فيه، نوجدوا الليمون يكون قدامنا. الحبات تاع الليمون راني قطعت الحبه على زوج وحطيتهم قدامي باش كل مره مادامني نقي في القرنون نتاعي وانا نحك بالليمون كل مره. هنا على بركه الله راكم تشوفوا معايا بديت نقي في القرنون. شوفوا طريقه التنقيه البنات، نبدا من القاعده ونجي طالعه، ما نبداش من الاسفل ولا نبقى نحي في هذوك الاوراق. هنايا من القاعده البنات كما راكم تشوفوا باش نحصل على قاعده حبه قرنون ما نخسروهاش. هنايا البنات القرنون ماشي حاجه واعره باش يتنقى، لكن لازم تكون طريقه جيده باش نبداو نقيو فيه ونعملوا الحذر باش ما نخربوش في القاعده من تحت ما نخسروهاش. هذه هي البنات كما راني نوريكم. نحي الاوراق الطويله اولا ونولي عاده نسقد في القاعده التاليه تاعي. شوفوا معايا البنات، هنا قبل لا نخرب في الحبه تاع القرنون كنت وجدت ماء فيه ملح وخل وليمون وبديت نقي في الحبه تاع القرنون تاعي ونحكها بالليمون كما راكم تشوفوا البنات. شوفوا حبه تاع القرنون بيضه، ما نحيش الليمون من يدي البنات، نقي نحك بالليمون، ننزع الاوراق نحك بالليمون، نحطهم في الطبسي تاع الماء فيه ليمون وفيه الملح باش ما يتاكسدش معانا ونتحصلوا على الحبه تاع القرنون سوداء. شوفوا ما شاء الله منا راه يبان القرنون تاعي بيض ما شاء الله. وهنا البنات الملعقه السحريه اللي نضيفها للقرنون باش يعطيني نتيجه جد مرضيه. عفوا البنات، نتيجه جد مرضيه. راكم تشوفوا في هذه الملعقه السحريه اول مره وحصريا على قناتي في اليوتيوب ضفتها، وهي ملعقه مايزينا. ملعقه مايزينا نحطوا على بركه الله. عندي الطنجره حطيتها فوق النار، غير لو فات اللي يبدا الماء يسخن ما نخليش حتى يغلي. لو فات اللي يبدا الماء يسخن راني ضفت الملعقه السحريه وهي ملعقه مايزينا وقطع ليمون. شوفوا البنات، كنت حاطه القرنون في الماء والليمون، ما نحيتهش في صحن ورديته هنايا في الطنجره معايا، لا ديراكتومون من هذاك الماء بالليمون حطيته في الطنجره اللي فيها المعلقه تاع مايزينا وحتى هي قطع من الليمون. هنا البنات ماشي نطيبوه، نخليه هنايا لمده 7 دقائق لا اكثر ولا اقل. غير لو فات اللي تغلي معايا الطنجره نحيت الغطاء وهنا البنات نطفي. كي نطفيه البنات هنا للاسف انا كنت حاسبه راسي لا فيديو راها تمشى بصح ما انقطعت لي ديراكتومون، رفدته وحطيته في الماء بارد. شوفوا الصور البنات ما شاء الله القرنون تاعي كي جا. هنا البنات عمرته في الكيس نتاعي البلاستيكي اللي نحطه في المجمد. نمشوا للتدبيره الاخيره وهي اللوبيا ماشطو ولا اللوبيا خضراء، كل واحد البنات وكيش يسميها على خاطره. هنايا شوفوا انا البنات هاد اللوبيا كان الزوج تاعي مشى للمارشي وماشي كما انا اللوبيا نختارها، ما نكذبش عليكم نختارها تقريبا حبه بحبه. نجيب حاجه مليحه للدار، راني نشري بدراهمي نجيب حاجه مليحه للدار. لوبيا خضراء فخاش، مي للاسف هنايا شوفوا البنات جابها لي حبه بحبه. هنا البنات راني فرست الحبات اللي ملاح خضر راني نقيتهم، وهادو اللي فيهم الصفوره ما عملتهمش رميتهم. هنا على بركه الله راني نقي فيهم حبه بحبه كما راكم تشوفوا. حتى من بعد ما قطعتهم كامل شوفوا البنات هذيك 2 كيلو ورطل شحال نيضت منها. راكم تشوفوا الطبسي هذا اللي محطوط قدامي ابار هادوك اللي خضر فخاش اللي عملتهم. هنا في بنات في باسينه عملت شويه ملح وراني حطيت اللوبيا ونغسلها مليح 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 البنات. هنايا تقولوا لي علاش عملتي الملح، الدور تاع الملح هنا البنات وانا نحك في هاد اللوبيا شوفوا معايا باش نتخلص من الاسمده الكيميائيه اللي يعملوها في الخضر. البنات ماشي اللوبيا غير نشلوها يلا وبدون اضافات ونعملوها تقطر ونمشوا نطيبوها، هذه طريقه خاطئه. لازم هاد اللوبيا البنات تنغسل 2 فوا 3 فوا وبالملح
باش نتخلص من الاسمده الكيميائيه اللي يكونوا عاملينها لها الفلاحين. وراكم عارفين هاد الاسمده البنات هما اللي راهم يتسبوا لنا في الامراض، ولا عياذ بالله، يبعدها على كل مسلم ومسلمه. من بعد ما للمره الثالثه البنات غسلتها بالماء والملح، راني نعملها هنايا في هذاك في الكسكاس تاعي. شوفوا البنات عمليه الفرك عملتها 3 مرات بالملح. نعملها هنا تقطر، كل شيء موضح البنات في لا فيديو، ولازم البنات تكملوا لا فيديو باش تديو هنايا معلومات وتدابير تحتاجوهم في مسيرتكم في الحياه، كما تعلمنا حنايا من جداتنا ووالدينا وامهاتنا. حتى حنا كنا كيفكم صغار ونتبعوا ونرفدوا لي زاستيوس ونعملوهم في ريسالنا ورانا نخدموا بهم في الكبر. هنايا البنات شوفوا الخضره، عفوا شوفوا اللوبيا تاعي ماشطو ما شاء الله. هنا خليتها تقطر ونولي البنات نعملها، نحطها نعمل طوخشون نقي، نفرش ان طوخشون نقي البنات على طاوله العمل ونحطها نسرحها. كما راكم تشوفوا معايا البنات انا هاد الطوخشو عملته البنات سبيسيال غير باش نشف الخضر ولا نسرحها تنشف في الهواء. نحطها نسرح هاد اللوبيا خضرا هنايا كامل، نسرحها مليح ما نخليش حبه فوق حبه، ونرفد سربيطه البنات تكون نقيه عاملتها خصيصا لتنشيفه باش نشف الخضر. راكم تشوفوا هاد الطوخشو معايا البنات خصوصا باش نشف هذيك اللوبيا، ونبدا نشف فيها بكل سهوله. نشفها البنات ما تكرهوا ما تملوا. هاد التدابير ينفعوكم وهما اللي يبعدوا علينا الامراض ويبعدوا علينا الميكروبات. لازم البنات الحاجه تنخدم باتقان باش عاد نطيبها. هنا نشفتها مليح مليح البنات، شوفوا بخاسك حد 10 مينوت ولا البنات وانا نشف بالطوخشون، ونعاود الطوخشون كي يتسمخ لي نجيب طوخشون واحد اخر ونعاود نشف به حتى نشفت كامل اللوبيا تاعي. شوفوا هنايا. وهنا نقول لكم البنات الملعقه الذهبيه السحريه اللي عملتها للوبيا ماشطو حصريا واول مره في قناتي على اليوتيوب. البنات تشوفوها معايا واكتشفوها معايا كي نكملوا الفيديو مع بعضنا. هنا ما شاء الله شوفوا اللوبيا كامل نشفت معايا. نقدر نقول باللي هنا ما حطيتهاش كامل في الماء. شوفوا هنايا حطيتها في هذا الباسواغ، ونضيف لها الملعقه السحريه الذهبيه اللي تخلي لي اللوبيا تاعي خضره فخاش طازجه ولو بعد مده سنه. وهي البنات ملعقه خل. البنات الخل نرش شويه ملعقه خل نرشها على اللوبيا خضراء، ونعاود نخلطها مليح 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 باش نلبس هذيك اللوبيا كامل بملعقه الخل كيما راكم تشاهدوا في الصوره البنات. شوفوا هنا راني نوري لكم البنات بلي اللوبيا ناشفه ما فيهاش ماشي قطره، ما فيهاش ربع قطره تاع الماء، نشفتها مليح. وهنايا كاضافه كمعلومه اضافيه البنات انا استعملت الخل الاحمر، لان الخل الاحمر البنات جد مركز على الخل الابيض. هذه معلومه لازم تستفادوا منها. هنا عملت هذه المعلقه رشيت بها اللوبيا خضراء ولبست هذيك اللوبيا كامل بهذيك الملعقه، خلطتها مليح 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 وخليتها لمده 10 دقائق على جهه، وليت عاده بديت نعمرها في لي ساشي دو كونجيلاسيون. هنا البنات تبعوا الفيديو معايا والطريقه. شوفوا البنات كامل هاد المعلومات اللي راني نعطيهم لكم بدقه. كاين بزاف شحال من وحده تقول لي علاش راكي تهضري بزاف وعلاش، لكن هذه معلومات نعطيها لكم بدقه باش تنجحوا في التفريزات نتاعكم. الخضر تاعكم تبقى طازجه نهار اللي تجبدوها تفرحوا وليداتكم بها، ماشي تجبدي حاجه فيها ريحه المجمد ولا معمره بلا كلاص ولا نو. هنا البنات لي ساشي دو كونجيلاسيون ننصحكم تستعملوهم هادو. وللامانه البنات ماشي كي نعاودوا نجبدوهم نرميوهم كما هذوك لي ساشي تاع اندينا، نو. هاد الساشي تنجمي تعقميها تنظفيها وتعقميها وتعاودي تكونجلي فيها للمره الثانيه. شوفوا البنات هنا ما حبتش حنا صعنت معايا، ما حبتش لابوات تنحل، حليتها بصعوبه، لكن في الاخير راني حليتها. نرفد هنايا لو ساشي، ها هما الساشيات البنات، وهادو ديجا يكونوا معقمين ومتخصصين للمجمد. نعمر اللوبيا تاعي البنات. الملاحظه اللي قلت لكم باللي كيديروا لها الخل ماشي ديريكتومون البنات من الخل تطيوها في لو ساشي، نو،
تخليوها واحد 7 دقائق 8 دقائق حتى ل 10 دقائق، وهذيك اللوبيا محطوطه في البوطاجي متلبسه بداك الخل. ومن بعد نبدا نرفد ونعمر في الساشي تاعي ونحطها في المجمد كيما حطيت الفول والقرنون والجلبانه. هنا راني نعمر. تدابير البنات صحيه، ولازم ماشي تكرهوا لا فيديو تجيكم طويله تقولوا هذا الفيديو ما ينفعناش ولا رحنا نهضروا على باطل. لا، كما انا سمعتهم من الجده ومن الام ديالي ومن الخاله ديالي، حتى نتوما تسمعوهم منا باش تكوني امراه نتاع الدار وتحافظي على صحتك وصحه الزوج وصحه الاطفال تاعك. راكم عارفين باللي هاد الخضر كامل اللي رحنا نجيبوهم ونطيبوهم كامل فيهم اسمده كيميائيه وفيهم وكاين حشرات مسمه. لازم الانسان يتخذ كل التدابير نتاعه وكل الاحتياطات باش يحافظ على صحته وصحه وليدته. هنايا البنات ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الخير ويعطيكم الصحه ان شاء الله، وسلامي لكل من شاهد الفيديو من بعيد او قريب. نصائح في القمه ذهبيه، وحتى الملعقه السحريه اللي تكلمت عليها في الاول، يعني ماشي ملعقه واحده عملناها الكامل الاربع خضار، نو، كل خضره وعملنا لها الملعقه نتاعها باش نحافظوا على اللون والطعم وتبقى معنا طازجه لو كان نخليو هاد الخضره مده سنه في المجمد. البنات هنايا ما بقى لي غير نقول لكم بارك الله فيكم، شكرا لمتتبعين قناه مطبخ عنود يومياتها. ما تفلتوش البنات اي فيديو كله تدابير ونصائح. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع وصفات اخرى ان شاء الله.